مختلف الاتجاهات والاحزاب قرروا ان هم يجمعوا نفسهم ويوحدوا قائمه مطالب متوافقه مع ايه؟ مع رؤى الاحزاب كلها. وفد المفاوضات ده اللي هو اتسمى بعد كده ايه؟ باسم ايه؟ حزب الوفد الايه؟ المصري. الوفد ده كان بنات سعد زغلول، وكان في ناس من الحزب الوطني ومن حزب الامه ومن احزاب مواليه للانجليز، كان في تشكيله كبيره، وكانوا حاطين قائمه مطالب يتوافق عليها جميع المصريين. الناس دي لما راحت بالمطالب دي للانجليز، الانجليز رفضوهم وبداوا ان هم ايه؟ اعتقلوا الايه؟ اعضاء الوفد واعتقلوا سعد زغلول. المصريين في اللحظه دي اتحركوا، الفلاحين قطعوا في سكه الحديد، العمال عملوا اضراب، الطلبه قامت مظاهرات، حتى الستات اللي هم كان عندهم يعني لسه في مفيش اي مساحه من مساحات الحريه او الحركه نزلوا في الشوارع بالجيشه وبقوا ايه؟ بقوا بيهتفوا. الحقيقه دي كانت علامه جيده جدا جدا. اول حد انا يعني في علم القصر بدا يحلل الظاهره دي كان المستشار طارق المشري، وطلع عليها بحث سنه 97 98 اسمه نقد التيار الاساسي مصر، كان بيوصف الظاهره دي. بيقول ليه المصريين اتحركوا في ثوره 19 ما اتحركوش قبلها وما اتحركوش في حاجات كتير ايه؟ بعدها. وكان تحليله ان دي المصريين في الوقت ده اتحركوا في ثوره 19 لان الوفد ما اتحركش باسم حزب معين، انه ما كانش بيحاول يجذب الناس لموقف ضد موقف، كان عامل موقف تألفي او يعني مطالب متوافق عليها من ايه؟ من الجميع، فالناس حاسس ان هو بيتكلم باسمه. الحاجه الثانيه الناس كانت طالعه تتكلم مش بتحاول ما تقولش ان انا مثلا التيار القومي الاسلامي الموالي للخلافه هو اللي هيطلب الانجليز او التيار الايه؟ العلماني مثلا هو اللي الانجليز، لا، كان في الناس كلها متنازله عن هويتها الحزبيه لصالح فكره معينه. ده كان كلام وكان تحليل. اللي حصل ان احنا في ثوره 25 يناير لقينا تقريبا الصوره دي بتتكرر تاني. مجموعه من الشباب طلعوا مش معروفين، مش نجوم، من اتجاهات مختلفه، كل واحد جاي بيتكلم باسم مجموعه محدده من المطالب، ما بيقولش انا من الحزب الفلاني او من الجماعه الفلانيه. قايلين كلام الناس تفهمه، بنتكلم حوالين نوقف التعذيب، وكل الناس تعرف ثقافات الشرطه عارفه يعني ايه شرطه ويعني ايه تعذيب. بنتكلم ان يكون في حاجه اسمها حد ادنى للوقوف، وما يبقاش في طوارئ عشان الناس ما تبقاش ماشيه ملل. الناس بقى اللي من 25 وكان رد الفعل يعني كان معقول بالنسبه للي حصل بعد كده، يعني ضربنا وغاز بس الناس ما خافتش، والدليل ان هي الاعداد نزلت بكثافه اكتر في 28، وكل كان الضغط بيزيد استجابه الناس بتزيد، على خلاف المعلومه اللي كانت ايه منتشره واحنا مصدقينها عن نفسنا ان احنا الشعب بيتجمعنا صفاره واتفرقنا عصايه والايه والكلام ده كله. 28 كان في ضرب نار، الناس كانت موجوده 29 و30 و31. يوم 2/2 الناس اتفرقت في الليله اللي قبليها علشان خطاب العاطفي بتاع مبارك، بس لما جم بلطجيه الميدان على الساعه 1 بالليل كان فيه ملايين. فالتركيبه دي محتاجه ان احنا نفكر فيها. احنا قعدنا نفكر وقلنا طيب خلينا نشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله. احنا اول مره بدأنا نفكر في الحزب ده كان بعد سقوط مبارك بساعتين، يعني قعدنا نتكلم وقلنا احنا لازم نشوف ازاي ممكن ندخل الحياه السياسيه المصريه. خلال 48 ساعه التاليه انا شخصيا حضرت 7 اجتماعات ل7 احزاب مختلفه. كله بيفكر ان هو يعمل احزاب اسلاميه واحزاب قوميه واحزاب خليط وكل حاجه. ورجعنا فكرنا مع نفسنا قلنا خلاص طالما في هذا العدد، يعني ده 7 ده اللي وصل لنا، يعني انا شخص حضرت 7 ودول اللي انا اعرفهم فوصلت لهم، فقبلنا بالايه؟ بالباقي. وقلنا خلاص طالما الحاله دي فاحنا خلينا نتفرغ للي احنا بنعمله ونشوف لو في احزاب هتطلع ممكن تعبر عن نفسنا عننا او عن الفكره او عن مطالب الثوره، او تبقى تعيد الحاله التجميعيه للمصريين، يبقى احنا نخاطب فيه. لو ما فيش يبقى ربنا ايه؟ ربنا يسهل. وفعلا بدانا نحاول ان احنا نركز في مجموعه من المطالب والاهداف، زي ان احمد شفيق يمشي بعضوات نظام مبارك، زي الجهاز بحث حمله الدوله يتحل، زي المحليات، زي الشعب والشورى، زي الدستور. في حاجات اتحققت وحاجات ما اتحققتش، حاجات نجحنا فيها وحاجات فشلنا فيها، والناس بدات تتخانق مع بعض والناس تصالح مع بعض. المهم الدنيا مشيت، وبعد كده جينا في يوم 1/5 قعدنا وقررنا ان نعيد تقديم الوضع ده. فلقينا ان في عدد كبير من الاحزاب طلعت، وهي ان شاء الله كلها ان شاء الله كلها تمسك في الحياه المصريه، بس ما فيش ولا حزب فيهم لعب على القصه اللي احنا بنفكر فيها. ما فيش حزب جه قال انا هتجاوز الايديولوجيا، هتجاوز الانتماءات المذهبيه او الفكريه، وهشتغل على المصالح المباشره للمصريين. ما فيش حزب جه قال انا هشوف ايه مشاكل الناس واحلها وفقا لرؤيه الناس. كل الناس بتحط برامج علشان تحل مشاكل الناس وفقا لرؤيتها السياسيه هي، مش وفقا لايه؟ لاحتياجات الناس او للمنفعه الحقيقيه بتاعتهم. فقلنا خلاص خلينا نقعد
نقعد ونفكر ونشوف يعني ربنا ممكن ايه يعني يقدر يقدر الامور ازاي. قعدنا وفكرنا شويه وقررنا ان احنا نبدا نعمل مشروع حزب التيار المصري. احنا بنقول هو حزب شبابي، حزب مدني، حزب ديمقراطي، حزب متجاوز للايديولوجيا. احنا بتوع مصلحه. ان وجدت مصلحه الناس انا ادور في فلكها. فلو مصلحه الناس موجوده في فكره جوه النظريه الماركسيه، انا مش هستعجب ان انا استعين بجزء من نظريه ماركس. اخدها بس مش هقول للناس انت نظريه ماركس. اخد الحل واحطه في شكل برنامج قابل للتطبيق. لقيت الحل موجود جوه مثلا كتاب التشريع الجنائي في الاسلام لعبد القادر العقده، هدخل اجيبه. مش شرط اقول له ان ده ايه دي النظريه الاسلاميه. الناس محتاجه حلول. الناس تعمل كلام. احنا بقالنا 60 سنه الناس عماله تتكلم ونسمع في كلام وشعارات من اول الاتحاد الاشتراكي لحد المنابر لحد الاحزاب التقنيه اللي كانت موجوده ايام ايه؟ مبارك. عايزين نتنقل لمرحله التنفيذ. التنفيذ ده محتاج رجاله ومحتاج سواعي يقوم عليها. عشان كده بنقول ان احنا حزب الشباب. احنا ما بنمنعش العضويه للي فوق السن، بالعكس مرحب بيهم ولهم كل التقدير. ولكن في الاخر احنا بنقول ان البلد محتاجه سواعي ومحتاجه ناس تفكر ومحتاجه ناس عندها وقت. رؤيتنا ببساطه وبتواضع شديد ان احنا بنقول ان بحلول سنه 2030 دخل المواطن المصري عايزينه يكون من اعلى 10 مستويات دخل في العالم. والخدمات اللي بيتلقاها المواطن المصري تكون من حيث مستوى الخدمه الكواليتي يعني الكم من اعلى 10 مستويات خدمات في العالم، في التعليم والصحه والامن والانفراستراكشر. والدوله المصريه تصنف من ضمن التوب 10 الاعلى 10 دول في العالم في التأثير السياسي وفي القوى الاقتصاديه والعسكريه وفي البحث العلمي. طيب الكلام ده هنجيبه ازاي؟ بنقول ده هيتم، ده كده احنا بنتكلم عن البلد. فين الوقت الحزب بقى؟ بنقول ان ده هيتم من خلال العمل الحزبي الجاد والتخطيط الاستراتيجي وتطويع ادوات وامكانيات الحزب لتكون اداه في يد الشعب لتحقيق الرياده الحضاريه المصريه. الرؤيه دي الحلم اللي انت اقصى احلامك، اقصى امانيك، اقصى طموحك. احنا اقصى طموحنا ان احنا بعد اقل 20 سنه من دلوقتي ان مصر تكون من ضمن العشره دول. هنقدر نعمل كده؟ انا اكاد اقسم بالله ان احنا نقدر نعمل كده. بس لو توفرت الاراده والاداره. واحنا بنقول ان احنا اثبتنا ان احنا عندنا اراده قويه جدا جدا جدا. وموضوع الاداره ده علم وموضوع تخطيط وموضوع رؤيه وموضوع ناس تكون مؤمنه باللي هي بتخطط له واللي هي عايزاه. وده احنا بنقول هو متوفر في الشباب. احنا لسه بنبدا. احنا كل واحد فينا بشكل او باخر ساهم في احداث تغيير جذري في البلد. كل واحد فينا اللي نزل واللي ما نزلش. في ناس شاركت بفلوس، في ناس كانت بتشارك بمجهود، في ناس شاركت بدم، في ناس شاركت بدعاء، في ناس شاركت بان هي تمنع اذى، في ناس شاركت ان هي تدعو اخرين هم ينزلوا. كل واحد فينا كان ليه جهد معين. وكل واحد فينا حتى لو ما شاركش بحاجه اكيد كان عنده حاجه تمنعه، واكيد ما كانش يتمنى ان هو يشوف مصر في مسار اسوء. كان كلنا نفسنا نشوف مصر في وضع افضل. وبالتالي بنقول ان احنا عندنا الاراده والاداره ان شاء الله تسمح لنا ان احنا نحقق الايه؟ الحلم ده. رسالتنا بنقول ان احنا حزب معزز للتيار الاساسي المصري. التيار الاساسي المصري ده اللي هو الغالبيه الساحقه من المصريين. لو جينا نبص كده هنلاقي ان مثلا كل الاحزاب والجماعات هنلاقي ان كلهم يتشاركوا في اقل بكتير جدا جدا من 10% من الشعب المصري. عدد المنضمين لاحزاب وعدد الناس اللي بيصوتوا او بيدعموا هذه الاحزاب. ولكن بقيه الناس هي الحاضر الغائب. وممكن يكون بيروح في بعض الانتخابات بيصوت تعاطفا او يعني من باب يعني اسوأ الوحشين. ولكن الناس بتتحرك بشكل جمعي وبشكل يعبر عن الاراده الشعبيه ما حصلش. عشان كده كلنا اندهشنا جدا لما حصل الاستفتاء. احنا بنقول ان احنا حزب متجاوز للايديولوجيا وان احنا اينما وجدت مصلحه الناس احنا هنروح معاها بدون اي حساسيه. لو جينا بصينا على ان احنا بنتبنى قيم الحريه ومعايير الحكم الرشيد وتداول ديمقراطي السلطه وتعظيم دور المجتمع المدني، لو حد حب يقرانا ان احنا حزب ليبرالي هو حر. انا مش هقول ان دي ليبراليه، انا هقول ان دي القيم اللي انا عايز اتبناها. هي بقى سميت في عصر في علم السياسه الحديث انها ليبراليه، اهلا وسهلا. يسموها حاجه ثانيه برضه اهلا وسهلا، ولكن دي القيم اللي انا عايز اتبناها. ولما نيجي للجزء الثاني تطبيق معايير العداله الاجتماعيه في توزيع الدخل القومي، توزيع عادل للدخل القومي، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في تلقي الخدمات زي التعليم والصحه والمسكن الملائم، وان احنا نعمل سويا لمحاربه الفقر، ان احنا نقضي على البطاله، وان يبقى في اعانه مؤقته للبطاله. لو جيت خدت الجزء ده وبصيت عليه لوحده انت بتقول ان احنا حزب اشتراكي. وانا برضه ما عنديش اي غضاضه تقول عليها حزب اشتراكي. بس انا فعليا انا مش حزب اشتراكي. انا بتبنى
هذه المعايير في العداله الاجتماعيه وشايف ان دي تصلح في الوقت الحالي لتطوير او لمساعده الشعب المصري ان هو ينهض. معتزا بانتماءاته الحضاريه العربيه الاسلاميه وعمقه الافريقي في مرجعيته وهويته واولويات صراطه الخارجيه. لو انت جبت الجزء ده انا بتكلم عن دوائر الانتماء، بقول ان دوائر الانتماء بتاعتي عربيه اسلاميه افريقيه، افريقيه بحكم الجغرافيا، عربيه اسلاميه بحكم الثقافه والحضاره. لو انت خدت الجزء ده هتقول عليا ان انا اسلامي، ان انا قومي، ان انا محافظ، اهلا وسهلا. انا ما انسلكش من جنسي. انا عربي، انا اسلامي، انا قومي، انا محافظ، انا افريقي. ومحدش يقدر ينسلخ من هويته ولا من حضارته ولا من مرجعيته. عشان كده بنقول احنا متجاوزين لفكره الايديولوجيا. احنا هناخد اي شيء نرى ان يصلح به شان مصر وهي شان الامه المصريه. مقتنعين تماما ان شان العالم الاسلامي لن ينصلح الا بانصلاح العرب. وان العرب لا ينصلحوا الا بانصلاح مصر. ومصر لن تنصلح الا بانصلاح شعبها وان الناس تكون قادره على الفعل وقادره على اتخاذ القرار. ده السيكونس الطبيعي. غير كده لن تكون قائمه لهذه الدوله. افريقيا نفسها احنا سافرنا في الخطوط الدبلوماسيه الشعبيه. نزلنا اوغندا، نزلنا اثيوبيا، نزلنا السودان. ودول السودان يعني في المنطقه العربيه، ولكن اثيوبيا انت تحتك على طول واوغندا على الشمال شويه. فتحت خط الاستواء فوق وشمال خط الاستواء الافارقه بيقولوا لك رساله واحده. بيلوموا مصر وبيلوموها بعنف خلال فتره مبارك وشويه من فتره السادات. بيقول لك ان جزء كبير من تدمر افريقيا غياب الدور المصري. غياب الدور المصري، انت سحبت نفسك من المبارات. لغيت دورك. هو كان بيعتمد عليك كمرشد. انت كان عندك حضاره في وقت هو كان لسه ما فيش يتلمس. انت كان عندك استقلال وهو لسه في دول بتتحرر سنه 82 وسنه 86. انت كان عندك مشروع وطني وكان عندك صناعه وطنيه وكنت بتتابع حركات التحرر. سحبت نفسك منهم مره واحده وسبتهم. فاللي وقع في حجر اسرائيل واللي راح لامريكا واللي بدا يصدر اليهود بتوعه لاسرائيل نظير شويه تكنولوجيا في بناء السدود فرجعت انت تعاني منها دلوقتي. حتى افريقيا انت لما انسحبت منها عملت مشكله. الوطن العربي كلنا مدركين الازمه اللي موجودين فيها حاليا بسبب تقزم دور مصر، بسبب ان مصر انكمشت على نفسها والعالم الاسلامي كذلك. فمصر ليها دور محوري ودي مش طنطنه. لازم نكون مقتنعين ان دور مصر يا جماعه اكبر من حجمها. دور مصر اوسع من المليون كيلومتر مربع اللي احنا بنلعب فيه. تاثير مصر اوسع من ده بكتير جدا. انت عندك مصر موجوده في محيط اقليمي. ممكن حد يقول لي هو المحيط الاقليمي بتاع مصر؟ المحيط الاقليمي بتاع مصر حاجه اسمها جامعه الدول العربيه فيها 23 دوله. المحيط الاقليمي بتاع مصر حاجه اسمها منظمه المؤتمر الاسلامي فيها 52 دوله. في اسيا وفي افريقيا وفي اوروبا. المحيط الاقليمي بتاع مصر حاجه اسمها حوض البحر المتوسط. ملتقى للحضارات، ملتقى للثقافات، ملتقى لدوائر التأثير. بس انت فين؟ هو بس محتاجين ان احنا نقوم نقول احنا اهو. محتاجين نحس بذاتنا. احنا على مدار 30 سنه كان يا جماعه انا شخصيا كنت باجي في اوقات وانا اسف نقول الكلام ده كنت بحتقر ان انا مصري، كنت بتكسف. انا كنت طالع الباسبور بره وانا يعني مش عايز اطلعه. انا على مدار فتره طويله بسمع رسائل انا هاكلكم منين؟ انا هعلمكم ازاي؟ انا ما اقدرش اقف في وش اسرائيل. احنا ما نقدرش نقول لا لامريكا. احنا ما نقدرش. انا ما اقدرش اتدخل بين اللبنانيين. انا ما اقدرش اتدخل بين الفلسطينيين. كان في رسائل سلبيه توحي بالتصابر والتقزم وده كان بينعكس علينا. احنا عايزين نمحي الكلام ده. احنا عايزين نرجع نقول ان احنا نقدر وان احنا قادرين على الفعل وان احنا دورنا اكبر منهم. دي رسالتنا وده اللي احنا عايزين نعمله. ونقول الرساله دي ان احنا لو بدانا ننفذها الرؤيه بتاعتنا بتاعت ان مصر من ضمن اقوى 10 دول هتحصل واقسم بالله هتحصل. ولكن نؤمن بيها ونشتغل عشانها. المرتكزات بتاعت الحزب بنقول ان احنا بنعزز التيار الاساسي المصري. احنا مش هنشتغل لوحدنا. احنا مش هنبقى قاعدين ونقعد نتكلم على الناس. احنا النخبه وهم الجماهير. لا احنا جزء منهم واحنا بندعمهم باي شكل. مش مستنيين ان احنا نوصل للسلطه عشان نبدا ننفذ البرامج اللي احنا هنحطها. احنا من دي 1 هنبدا نشتغل على الكلام دوت. كنا في السلطه ما كناش في السلطه هنعمل على تقويه الناس وتمكينهم وان قرارهم يبقى بايدينا. بنهمات مدنيتنا وديمقراطيتنا، معتزين بهويتنا، منفتحين على الاخر. بتدعم القيم والاخلاق والمبادئ دور ضابط لادائنا.